هو فعلا طلاء الهارد كروم مش بيصمد وبيفقد لمعانه بسرعه وبيصدي مع الوقت. خلينا نفهم الموضوع واحده واحده. اولا وزي ما اتكلمنا كتير قبل كده اننا لازم ناخد بالنا من الفرق ما بين النيكل كروم والهارد كروم واننا نختار الطلاء المناسب. لكن وبالرغم من ان النيكل كروم اضعف بكتير من الهارد كروم اللي من اسمه صلب، لكنه برضه لما بيتعمل في اماكن موثوقه هيسقط معاك. والدليل قطع النيكل الديكور اللي بتشوفها في الموتوسيكلات الهارلي مثلا، وغيره واللي بتكون معموله نيكل كروم في بلدها الاصليه وبتقعد لسنين وسنين. لكن اللي بيشترك بين الاثنين سواء النيكل كروم او الهارد كروم اللي ممكن يخليهم يتاكلوا او يفقدوا لمعانهم او حتى المعدن نفسه يصدي في وقت بسيط، ودقه وجوده الطلاء نفسه والمعدات والادوات المستخدمه في عمليه الترسيب، واللي بالتاكيد بتفرق من مكان لمكان. عشان كده سواء كنت هتعمل هارد كروم او نيكل كروم، ابحث كويس واختار اماكن معتمده زي هارد كروم تكنولوجي اللي متوفر فيها الطلايين سواء النيكل كروم او الهارد كروم بجميع الاحجام والاوزان وباستخدام احدث المعدات والالات بدقه وجوده اوروبيه. فتاكد انك مختار صح واختار الافضل لمعداتك. متحمسين نسمع رأيك. قولوا لنا انتوا شايفين ايه؟ هل فعلا المكان بيفرق في الجوده ولا كله زي بعضه؟ ولو انت في المجال الصناعي بشكل عام لازم تاخد جوله في قناتنا على اليوتيوب هارد كروم تكنولوجي وتشترك معانا في القناه، وصدقني هتستفاد وتستمتع.